الاعلان ده هو اسوأ اعلان شفته في حياتي ومعرفش اصلا جابوا منين البجاحه يعملوا كده. حرفيا ما خلاش، هو جاي يبيع لك بطريقه قمه في الاستخفاف والاسترذال، ومش عاوز اقول لك على الكبيره، ده تحس ان هو بيهين المصريين اهانه كده. يعني بيطلع لك لسانه انك لسه مش عايش في كومباوند ويا ريت كده وبس، ده حتى البيعه اللي هو جاي يبيعها لك لو هنتكلم كسينما او كاعلانات بشويه معطيات، فهو جاي يبيع لك حاجه هي اصلا مش عنده. ده حتى الكلاينت اللي عامل الاعلان ده انا مستعد احلف على كل الحلفانات انه ما نزلش بره سور الكومباوند بتاعه اللي كتب فيه فكره اعلانه العبقريه دي وجاي يعمل لنا فيها عامل فيها. انما بقى الاعلان ده مثلا يعني يا ريته مثلا اهني او نمرني على حاجه تستاهل او اداني نتيجه كويسه مقابل الاهانه اللي فضل يهني فيها لمده قد ايه بقى؟ دقيقه بحالها، وبعد الدقيقه دي جاب لي 10 ثواني بس للبيعه بتاعته. ده جنان رسمي. يعني من الاخر كده يا جماعه الاعلان عارض لك شقق للبيع في قلب المحافظات، مش بعيد عن المحافظه مثلا في القاهره الجديده او الشيخ زايد اللي هو مثلا حاجه بتبعد عن محافظتك ب 30 40 50 كيلو. فهو مستهدف المواطن اللي ممكن نقول مثلا متوسط او تحت متوسط او بيحاول يكون متوسط، مع ان مفيش حد دلوقتي اصلا بقى متوسط. فهو يعني مواطن عاوز يعيش كانه في كومباوند، حاجه كده رخيصه وسعرها حنين. بس يعني يا ريته مستهدفه بالطريقه دي، ده مستهدفه بطريقه اللي هو طب ما انت اللي غلطان، انت اللي لسه قاعد في الفوضى وحياه الجرابيع دي، انت طايق وشك ازاي؟ والاعلان يعني ما كانش عنده ربع واحد في الالف علم انه السكن او القدره الماديه او القدره الماليه هي حاجه يعني نسبيه، مش كلنا معانا فلوس، واكيد كل الناس وكل الشعوب اللي في الدنيا عارفين او عندهم وعي ان احنا لو معانا فلوس كتيره اكيد مليار المية هنسكن في احسن مكان في العالم. فانت المفروض تبيع لي لو انا معايا فلوس تعالى اشتري عندي تشطيبي كذا، شققي كذا، نظامي كذا، دنيتي كذا. ده اللي احنا نعرفه عن اعلانات الشقق. انما انت مختار ومركز جدا على اسوأ طريقه للاعلان، انك انت تطلعني فيا ديفوهات كتيره جدا، وان الغلط فيا انا مش في اي حد تاني. مع انك حتى لو انت عاوز تقول كده يعني حتى كنت ممكن تعمل كده بوعي شويه وبطريقه اشيك شويه، وانا هقول لك بعدين. المهم نخش على الاعلان. مفيش اجدع من اللي ملقاش عيشه الكومباوند اللي نفسه فيها جوه محافظته وقرر يقعد جنب اهله وناسه وعزوته. وفيها ايه يعني؟ ما الدنيا تمام اهي. تمام مين يا عم؟ ما تخلصوا بقى يا جماعه. اتمشى الحته دي. تمام يا ريس ماشي. البلد كلها زحمه وده شيء مفروغ منه، وفعلا في بعض او كل مناطق الطبقه المتوسطه صعب تلاقي ركنه قصاد البيت. ممكن يرجع ليها متخربشه، خربوش بسيط يعني. نصرها ايه خلاص يا العسل، انت جميله بتقفي وبتستخفي دمك. عاوز تقول لي يعني انه ساب العربيه بعيد عن بيته شويه فرجع لقى متشال منها المرايات والفوانيس؟ يا عسل. وبتقول لي بقى انه خربوش بسيط يعني ونصيبها وبتاع، على اساس انه كل يوم يعني يتسرق منه، يعني عشان عايش وسط شويه حوش كل يومين بيسرقوه. ماشي يا روحي نكمل. وعادي تلاقيه بيشتري شقه على الورق، يجي يستلمها كمان سنه يلاقيها لسه على الورق بس لازقه في بيت حماته. اولا يعني ايه العبط ده؟ شركه ايه ريل استيت تخليني اسكن في منطقه انت تعبان يا ابني؟ يعني مثلا هل ده مثلا ما بيحصلش بره المحافظات زي مثلا التجمع وكده زي ما كل الشركات الريل استيت شغاله؟ يعني ايه اصلا مثلا يعني ان انا اقدم على شقه في حدائق الزيتون يعني ورقها لسه ما كملش؟ يعني ده معناه ان هي لسه ما اتشطبتش ولا لسه اتجهزت وقدامها 3 4 سنين. طب يعني هو مين يا ابني اللي فكر لك الفكره الغريبه دي؟ يا حبيبي ده اللي بيحصل في الاماكن الجديده اوريدي. ده انت حتى جايب شقه حماته اللي هي جنبه فيها تكييف شباك اللي هو اساسا حاجه تسعيناتي، وده مكان اوريدي عمران. فانا مش فاهم مين اللي كان مصطلح وكتب الفكره الجميله دي. يعني انت كنت ممكن بكل شياكه تجيبها من فكره ان انت لو انت طلبت من حد تاني هيجيبها لك مثلا في خلال 3 4 سنين، فتعالى لي انا هتستلم فوري وتشرح بقى باقي مميزاتك. انما انت جاي تنمر كل الطبقه المتوسطه وكل الناس اللي عايشه في اماكن شعبيه بلا سبب وبلا هدف وبلا دراسه للواقع الحقيقي اللي هم عايشينه. وبعدين ايه تدخيل حماته في حوار الشقه ده يعني بالشكل الكوميدي اللي من درامه وكوميديا الستينات؟ يا راجل هو في حد يا حبيبي هيقدم على شقه في منطقه متوسطه او تحت المتوسطه او شعريه او ايا كان من سمسار او من مكان غير وهو عارف مكانه ودنيته ونصيته بتطل على ايه وكل حاجه؟ ده لو هو يعني عاوز يبعد عن حماته زي ما انت عاوز تضحكنا. مش بقول لك يعني اللي كاتب الاعلان ده قاعد جوه سور الكومباوند بتاعه قافله عليه ومش فاهم اي حاجه في الدنيا، وحتى يوم ما بيقفي يعني كوميديته واقفه على مرحله الابيض واسود. يعني انت قديم قوي يا اسطى، اتقل ده لسه في غرابيات اعجب. والراجل ده اهو زي الفل اهو بيعشق قعده البلكونه. اي نعم هو قاعد مع الجيران ونس. اللقطه دي بقى مهينه بشكل مش طبيعي. هي مهينه اولا عشان اللي كاتب الاعلان ده يعني ما عندوش بربع جنيه تفكير. طيب انا مش عاوز اقعد مع الجرابيع اللي بيشربوا الشاي في مساحتهم الخاصه دول. تمام يا عم، انت بقى هتقدم لي ايه؟ صندوق يا حضاري. عارف هيقدم لك ايه؟ هيقدم لك المنظر المضحك ده. 12 دور، كل دور فيه تقريبا 5 شقق. يعني حتى تعالى نعد كده: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
60 شقه في العماره وبشكل مقزز سوفيتي بيكيني ملهوش اي ذوق، ولا هو ولا معماري ولا هو حضاري. يعني انت بايع لي انك حضاري وبالمنظر ده؟ امال يا ابني انهيار الحضارات شكله يبقى عامل ازاي يا حبيبي؟ ده انت عارض لي ماكت من بكين والاتحاد السوفيتي. يا جماعه بصوا في مرايتكم وكتاب الله، هو ده منظر عامه تفتخروا بيه بحقه حقيقي. يا سيدي انا عارف انك انت اصلا متارجت الفئه اللي هي لا بتهتم لا بشكل معماري ولا بشكل حضاري، وانك عاوز تقول للمواطن اللي في الخصوص ولا اللي في المطريه بقول لك ايه، تعالى هتويك، عندي بيت باربع حيطان وعندنا ماكت كده في فكره الكومباوند وعندنا سور حوالينه، شكرا. انما انا برضو كمتفرج ليا حق انقد شكلك المعماري الحضاري اللي انت بتقول عليه. والمهين واللي يخليني اتكسف فعلا انا بتفرج على الاعلان ده، انا مش بتكسف علشان الشكل اللي انت انا بتكسف علشان تصورك انت يكسف، محرج جدا. يعني انت نظرتك عن الونس او التطفل هي نظره يعني غريبه جدا ومش مفهومه. انت عاوز تقول ان الناس دي مش مدياك راحتك وان مفيش برايفسي، تمام. انا هديك افكار. كنت تجيب واحد كبير ومصطفى غريب ومعاه اخ صغير مثلا، والواحد الكبير ده بيقول له ها يا حبيبي جبت كام في الثانويه العامه؟ اهو ده تطفل بحقه حقيقي ويعني شيء بيحصل كل يوم. انما ناس واخده حريتها في بيتها وبراحتها عاوز تقول ان هم عرر ومش متحضرين. طب يا عم يا متحضر، ال60 واحد اللي انت هتحشرهم لي في عماره قد كده، اضرب 4 مثلا متوسط اي اسره في 60 240 نفر. انت عاوز تقول لي انك انت ضامن ان ال 240 نفر دول مش هيشربوا شاي لا في شبابيكهم ولا في بالكوناتهم؟ طب هل انت هتفرض عليهم دريس كود يلبسوه بدل الفانيلا واللباس لا مؤاخذه؟ ده بما انك اصلا جايبهم من المناطق الشعبيه باللبس ده اللي هم بالنسبه لك اعتادوا ان هم يلبسوه، وكأن كل الناس اللي بقت تقف في الشبابيك بتلبس كده فقط. فهمني بقى يا عم يا متحضر، دي هتعملها ازاي؟ هتكتب الشرط ده مثلا في عقد وديعه الصيانه؟ عيب عيب والله، انا محرج للي انا شفته انك تقول على الميزه الجميله الوحيده تقريبا دلوقتي اللي في المناطق الشعبيه اللي فيها ونس وفيها ناس بتصبح او بتمسي على بعض، فهم واقفين في شبابيكهم بحريتهم في اماكنهم اللي هم اشتروها، والمنظر ده اصلا في اغلب الاوقات يعني بيمثل عزوه للناس. عيب انك انت تقول على ده ان هم عرر. دي الميزه الوحيده اللي بيفتقدها كل الكومباوندات اللي في التاريخ، لاننا مبدئيا بنسمع عن كم سرقات بملايين وبالاف وبمليارات علشان الجيران اساسا مش عارفين بعض، فواحد يطلع هنا ياخد جهاز ولا حاجه من هنا فالناس مش هتبقى عارفه ان هو ده صاحب الشقه ولا مستاجر ولا ساكن في الشقه دي ولا في الشقه دي، فبينزل ياخد حاجته شكرا، لان محدش عارف هنا مين فين ومين بيعمل ايه ومفيش عزوه ولا في ونس حقيقي. دي وحده انت عايشها عشان تعيش في وحده، فانت كده كده بال60 شقه بكنيه وسوفيتيه المظهر اللي انت عاملها دي محدش اساسا هيعرف حد تاني. عشان كده بقول لك اللي كاتب الاعلان ده يعني هو ما خرجش بره بيته من 90 سنه وبس طالع يطلع لك القطط الفطسانه وخلاص. شايف اللي بيفحت نفسه طول اليوم في الشغل ده يرجع ينام وسط عيلته. هو في عماره بتتبني قدامه اسد ودني. مش بقول لك مغيب ومش عايش وسطينا يا مضحك؟ ده احنا من 2020 واحنا اتلغى من عندنا في المحافظات وفي كل الاماكن تصاريح البنى الجديده، وفي الاقاليم برضو اتلغى علشان برضو تعديات طرح النهر. ده لو انت يعني مش عايش معانا ومش عارف الاخبار، الا لو في بنى باشتراطات معينه الدوله لازم تكون جزء منها علشان يكون حسب قواعد يعني معينه. انت بقى مش ابديتد ونايم في بيتكم تقريبا وما بتخرجش منه، ومتخيل ان لسه في ناس بتبني وبتهدم دلوقتي حالا، واحنا ممكن نديك افكار عادي. كنت ممكن بكل بساطه تقول ان في واحد فوق بيرزع عشان بيكسر في السباكه وبيغير في الحاجات، فانا عندي هنا شقق سوبر لوكس ويعني وممكن برضو تأفور فيها وتقول الترا سوبر اكس اس ماكس برو بلس، فانت هتيجي تجيب فرشك وتقعد تريح مع الاسره والمدام وشكرا. اهو دي فكره ببلاش تسوق بيها لمشروعك، ان الناس هتيجي على المفتاح وتريح من غير ما هيضطروا ان هم يكسروا او يغيروا اي حاجه باظت عندهم في مكانهم المهكع عشان هم عايشين عيش الجرابيع. ده لو انت بقى عايز تظبطها صح وعاوز تسخر من الناس دي بشكل واقعي. شفت اهو فكره ببلاش كنت ممكن تنسرتها في الاعلان بتاعك وتعمل كول تو اكشن عالمي، انما كل ده كان مش شغلك. اللي كان شغلك بس هو انك انت تنمر الناس على عيشتهم، لانك لو شغلك فكره انك تسوق لمشروعك فعلا كنت هتتكلم عن مشروعك فعلا، لانك انت جايب لي دقيقه بحالها شتيمه في كل الناس و10 ثواني فقط مصطفى غريب بيخش يسلم على الراجل شكرا دخل في بيته من غير ما تقول لي اي امتيازات عندك. وعندك ده 5 دقايق يوصل من شغله لبيته. حرامي! خلاص نسيت دي. يا جماعه كده كتير قوي بقى، انا زهقت. وانت جاي على نفسك ليه؟
ما عندك صندوق التنميه الحضريه عمل لك كومباوند كامل متكامل فيه كل الخدمات والمرافق اللي نفسك فيها. الجزء ده يا جماعه بقى الكارثه الكبرى، دي كارثه وازمه وبلاوي، وانا مش فاهم بصراحه يعني الجزء ده والاعلان ده كله اصلا يعني تصور ازاي ولا توافق عليه ازاي؟ لانك انت هنا حرفيا بتبيع لي الامان. الامان في الاعلان هنا بقى سلعه تشترى وتباع بمعنى الكلمه. يعني اعلانات مدينتي برغم مظهرتها فانا ما اقدرش اقول عليها ان هي بجحه، لانها مش بس بتبيع لك وحده، هي بتبيع لك طبقه بحالها، طبقه هتبقى منها وبيتقال بالبونت العريض احنا هنا عندنا الكوميونتي شبه بعض. فانت بفلوسك مش بس بتشتري وحده، انت بتشتري وحده وبتشتري بطاقه مكتوب فيها مكان محترم، لانك قاعد في المكان اللي فيه 1% من المجتمع كله. فهو في اعلانات مدينتي بيبيع لك الامان بس بصوره غير مباشره، وباع لك اننا عندنا مساحات خضراء، يعني هو كده كده سارقها اصلا يعني عامه من المناطق المتوسطه، بس على الاقل برغم كل الفجاجه دي يعني هو ما باعلكش الامان بالحرف. انما الاعلان البجح ده بيبيع لك الامان بشكل صريح. وانا مش عارف ازاي الاعلان ده ما حدش قال ان هو بيسيء لسمعه مصر ولا بيسيء للاجهزه الامنيه زي ما بيتقال كل يومين. طب ما فكره انك انت تبيع لي الامان في مكان تاني غير منطقه متوسطه او منطقه شعبيه، فانت كده بكل بساطه بتقول ان في قصور في الاجهزه الامنيه في المناطق المتوسطه والمناطق الشعبيه، وان المواطنين اللي دافعين ضرائب علشان يتامنوا داخل بيوتهم دول ضرايبهم رايحه في الهباء. فتعالى بقى عندي عشان تشتري سلعه الامن اللي هو مش عندك وعندنا. انت اللي قلت كده مش انا. يا جماعه دي كارثه، دي كارثه حتى وان كان ده حقيقي في العرف والمجتمع بتاعنا، حتى وان كان الكومباوندات فيها تامين وفيها امان اكتر من المناطق الشعبيه والمتوسطه. في حاجه يعني اسمها لكل مقام مقال، واللي بيتعرض على سكتش من موبايل جودته وحشه زي ريلمي، زي السكتشات اللي كانت بتتريق مثلا على الاعلانات بتاعه الكومباوندات او كده، فده ما ينفعش يتعمل في حمله اعلانيه. حتى وان كنت وانا كمان كنا بنحب الواقعيه، ده كلام عرفي بيننا وبين بعض، ممكن نسخر منه ممكن نتريق عليه. ونفس تقل الدم اللي شفناه في الاعلان ده فكان طالع قبل كده في سكتش من 10 سنين في مسلسل درامي. دول كلهم راضيين وموافقين يكون وسطهم بلطجي، واحد يزعجهم التاني يرمي الزباله في الشارع. لو مش عايز تشوف العيال دي تعالى كومباوند نيو القاهره الجديده. اهو ده دمه خفيف وزي العسل وبيوضح الكلام اللي بيتقال بينا في عادات القهاوي والتريقه اللي بنتريقها على النوعيه دي من الاعلانات. انما الاعلانات توصل بفجاجتها وبجاحتها ان هي تبيع لك الامان بشكل رسمي، مش عارف والله، مش عارف اللي عمله يعني كان عنده صدر وجرأه ان هو يعمل حاجه زي دي ازاي. فاحنا بنفس مبدا تشويه سمعه مصر والشغل ده لما الناس الحقيقيه يعني ظهروا الواقع الحقيقي واتشدوا. طب ما بنفس المبدا ده قول لي الاعلان ده عمل ايه واحد يوحد ربنا يحلي سمعه مصر؟ ده كركب الدنيا خالص يا معلم. المشكله ان هو بيتذاع على التلفزيون، ده شيء غريب اكتر من مصطفى غريب. فلو هنمشيها اعراف فالاعراف تفضل محصوره في قعدات القهاوي والكلام اللي ما بيننا وبين بعض. انا وانت قاعدين على القهوه نقول يا عم شفت يا عم المنطقه بتاعتنا المخدرات بقت كذا، يا عم ده احنا الدنيا بقت صعبه، يا عم ده كل يوم خناقه، يا عم ده لسه واحد ميت من يومين. فتلاقي واحد مثلا وانت قاعد على القهوه يقول لك يا عم لا انا قررت ان شاء الله لما انقل او اتجوز هروح كومباوند كذا فتمام الدنيا هناك كذا. فيعني ده كلام عرفي كده وما بيننا وبين بعض. انما يتعرض على التلفزيون بشكل رسمي انك تيجي تشتري مني الامان، ده تهريج يا باشا. الامان حتى لو كان سلعه فانت بشياكه ما ينفعش تقول لي ان هي سلعه، ده دي الشياكه. الشياكه دي خدمه عامه غير قابله للتفاوض وغير قابله كمان للتسليع، وان كان يعني ده بقى امر موجود. انا نفسي اعرف انت بقى يعني كان فين اعلانك؟ فين انت؟ دقيقه بحالها يعني عمال تشتمني، دقيقه بحالها عمال تهزقني، و10 ثواني بس جاي تقول لي تعالى بس هنا وجبنا لك مصطفى غريب. طب اجي لك ليه يا عم؟ اجي لك ليه بعد ما انت ما عملت بهجه صابر وعمال تقول لي ريحه بقكم مش عارف ايه وشكلكم مش عارف مين وما بتستحموش طب يا عم تعالى انت حميني، قول لي حميتني ازاي؟ انت ما وصفتليش اي مميزات عندك. يعني انت مثلا كده فكرتني باعلانات تايد وبرسيل لما عبله كامل كانت بتطلع معاها ست كده يعني غسلت هدوم ابنها، فبعد كده يجيب لك علامه اكس كده على المسحوق التاني اللي انت ما ينفعش ان انت تجيبه، فتعالى احنا عندنا علشان تشتري مننا. فده يعني في نوع من انواع البراند اتاك، ان انت بتهاجم براند تاني. انت هنا بقى بتهاجمني انا شخصيا، بتهاجم حياتي كلها، انت بتهاجم نشأتي، بتهاجم طفولتي، بتهاجم كبري، بتهاجم كل حاجه على شويه حاجات انا اوريدي عارفها. انا لو معايا فلوس يا عم هروح اسكن في مصر الجديده، هروح اسكن في المعادي، انا كده كده مش هسكن يعني في الكومباوندات والشغل ده، بس انا عارف نفسي كويس ان انا هسكن في مكان كويس. فانت مين او حالك انه في حد مننا معاه 10 مليون جنيه وراضي وتمام بالنسبه له انه يقعد في امبابه مثلا؟ ليه هيعمل كده؟ ما اي حد معاه فلوس هيسكن اول حاجه في مكان تاني. انما انت بتنمر الناس وانت عارف ان الفتره دي كل الناس يعني الناس دلوقتي بقت بتعيط عشان ال1000 وال2000 جنيه اللي في ايجارات المناطق الشعبيه جدا. فيعني مين عنده عقل ان هو يعمل فكره قبيحه وقذره جدا زي دي؟ فانا يعني مش عارف والله يا جماعه. يعني انتوا قولوا لي رايكم على اللي انتوا شفتوه ده، ويعني قولوا لي لو انتوا معايا في اللي انا بقوله ولو انتوا ضدي برضو تمام. فانا عامه احب اسمع رايك جدا في كل الاحوال. وشكرا لحد كده يا سيدي، وشكرا، سلام عليكم.